النهارده بنصحى على خبر ان الاهلي واخد عقوبة من الكاف بحرمان الجمهور من ماتشين مع وقف التنفيذ لماتش لو الخطأ ده اتكرر، فهو يعتبر ماتش. يعني هو الماتش الجاي بتاع الترجي وخلاص بعد كده الجمهور هيحضر عادي لو الاهلي يعني كمل في البطولة او في المواسم اللي جاية. وانا شايف العقوبة عادلة جدا. انت اهلي مستني ايه؟ او يا جمهور الاهلي مستني ايه؟ يعني نفس اللي حصل من جمهور الجيش الملكي، اتعاقب ماتشين في ساعتها، لعب المجموعات من غير ماتشين. يعني هو اول ماتش في المجموعات كان بتاع الاهلي على ارضه، الماتشين التانيين بتوع الشبيبه وبتوع الفريق يانج افريكانز اتلعبوا من غير جمهور على طول في اول لحظه. ما تقولش بس فوزي لقجع والمغاربه ومش المغاربه، هو النادي المغربي هو متعاقب على طول وخد ماتشين حتى، مش ماتش واحد. فانت عملت نفس الفعل، مستني ايه؟ ما هو ده غباء. لو عملت نفس الفعل ومستني حاجه تانية هتقول لي اصل هم رموا سكينه معجون ولا لما انا رميت ازاز. مش القصه مش في كده. يعني اكيد القصه مش بالسذاجه اللي انت بتفكر بيها دي. قال لك اصل دي ازازه فعادي نعديها، لكن لو سكينه معجون نكبر الموضوع. هو في الاخر عمل شغب والعقوبه واضحه يعني. آه، انا من ساعه ما الموضوع ده حصل وجمهور الاهلي كان حاسس ان الموضوع عادي، وحتى الاهلي ما كانش متوقع ان هو هيتعاقب وكان فاكر الموضوع هيعدي. ما اعرفش ازاي برضه، مع ان في نفس الموسم حصل مع نفس الفرقه. فالاهلي اتعود انه ما يتعاقبش وده رجعني لموضوع الدوري بتاع 3 بونت و6 بونت، ان هو لما انسحب بقلب جامد ماتش الزمالك عارف انه مش هيجرى له حاجه، امن العقاب فاساء الادب. لكن مثلا نرجع ل 22 لما الاهلي راح يلعب نهائي مع الوداد من ماتش واحد في ملعب الوداد، والاهلي كان قعد يقول لك ده الاتحاد المصري وخبوا الجواب وقصه كده. في الاخر الاهلي كان مظلوم في القصه دي بمنتهى الامانه، كان مظلوم انك تلعب نهائي من ماتش واحد على ملعب الفرقه اللي انت هتلعبها. ده قمه الظلم، وهو الاهلي اتفاجئ بالموضوع ده. طب الاهلي ما انسحبش ليه؟ هو كان ليه الحق بقى. يعني هو كان فعلا مظلوم في القصه دي. سيبك بقى من الدوري حكام اجانب والمياعه اللي احنا فيها، ده كان حاجه ظالمه بصراحه. ليه ما انسحبش؟ لانه عارف ان لو انسحب الكاف هيغرمه فلوس كتير قوي، والاهم من الغرامه هيعاقبه انه يسحبه من بطوله افريقيا 3 سنين على الاقل، اقل واجب لو انسحب من النهائي. والبطوله هتروح للوداد، فهيستفيد ايه؟ يروح يلعب وخلاص بقى. لان الاهلي عارف انه هيتعاقب فما قدرش يعمل كده، مع انه كان ليه الحق في الدوري. بلطج على الناس وما كانش ليه حق في اي حاجه، وعمل كده انه عارف انه مش هيجرى له حاجه. وده الفرق، ده اللي دايما بنقوله على الاهلي. الاهلي مش همه حد، لو بيتعامل نفس المعامله هيخاف. زي اهو قصه في 2022 ده، هو زي العقوبه بتاعت النهارده. عملت زي ما جماهير النادي التاني عملت هتاخد نفس العقوبه، انتهت. وجماهير الاهلي انتوا بتعملوا ايه؟ ايه الحق في اللي انتوا خدتوه؟ قولوا لي اديكوا اتعاقبتوا مش هتروحوا الماتش الجاي.